السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. مرحبا بكم في وصفه جديده. وصفه اليوم غادي تكون عباره عن بان سويس مالح. تعتذر منكم لاني كنهضر معكم وضربني شويه البرد، لذلك صوتي مغير. بالشفاء ان شاء الله يا ربي. بغيت نبارطاجي معكم اليوم البان سويس مالح بالطون اللي كيجي اكثر من رائع وخامر، ما يضركم ما والو، وبفرينه البلديه الكامله. عندي هنا نص كيلو ديال الفرينه بلديه مع بياض بيضه والاصفر نخليوه للدهن، كاس ديال الحليب دافئ، وعندي 4 كاس ديال زيت الزيتون، الملح، وغنضيف واحد الملعقه صغيره ديال العسل الطبيعي باش يعطينا العجين لون زوين. وعندي كاس ديال يوغورت مسوس غناخذ منه ملعقه نزيدها على اصفر بيضه باش كيعطينا لون زوين فاش ندهنوا به بان سويس ديالنا. عندي هنا 250 غرام ديال الخميره بلديه اللي مفاعله من طبيعه الحال. ثم غادي ندير العجينه ديالي تعجن مزيان حتى كنحصلوا على واحد العجينه ما تكونش قاصحه وما تكونش كتلصق، لان البان سويس كما كتعرفوا ما كيبغيش عجينه تكون كتلصق، حيت باقي غنضيفوا ليه الزبده. غادي نضيف هنايا عندي هنا 150 غرام ديال الزبده من اصل حيواني، غنضيف فقط واحد الطريف صغير والما باقي غنخليه باش نورق به العجينه ديالي. غادي نخليه ياخذ حراره المطبخ تيولي على شكل بوماد، ومن بعد ما كتعجن ليا العجينه غادي نديرها في واحد الاناء، وغادي ندير ليها البلاستيك الغذائي. كما كتشوفوا العجينه راه ما كتلصقش بزاف وكذلك ما هيش قاصحه. غادي ندير ليها البلاستيك الغذائي وغادي نخليها حتى كتخمر وكيتضاعف الحجم ديالها مزيان باش يعني البان سويس ديالنا يجي خفيف وما يضرناش. بالنسبه للحشوه عندي هنا 2 فلفلات حمرين اللي مقطعين شرائح رقيقه، وكذلك 2 بصلات، 4 ديال الفصوص ديال الثوم، وملعقه كبيره ديال الزبده، وشويه ديال زيت الزيتون، وعندي واحد 200 غرام ديال شامبينيون بيض اللي مقطع. الا ما بغيتوش تضيفوه تقدروا تستغناو عليه، ولكن راه كيتواتى بزاف مع الزعتر والطون، وهاد هاد الحشوه هادي كيجي زوين بزاف. بالنسبه للطريه غادي نديروا شويه ديال الملحه، ثم غندير واحد نص معلقه ديال القزبر يابس، وغادي نضيف واحد الملعقه صغيره ديال النيورا اولا البابريكا، فلفل الاحمر الحلو مطحون، وغادي نضيف واحد نصف ملعقه صغيره ديال البزر. تقدروا تضيفوا الهريسه الا بغيتوها، انا مع الوليدات صغار ما كيبغيوها لياش، ما كيقدروش عليها. عندي هنا ملعقه كبيره ديال الزعتر اللي غادي نسخنوه واحد شويه هكا ونفركوه ما بين يدينا، وغادي نخلطوا مزيان هاد الخضره مع هاد العطريه. نشعلوا عليها نار اللي كتكون شويه مجهده حتى كطيح معنا البصله وهاد الخضره مزيان والشامبينيون. ونبقاو نحركوها حتى كطيب. بعد ما كطيب لنا الخضره مزيان غنضيفوا الطون اللي صايبت معكم، راه عندي في القناه. غادي نخلطوا مزيان هاد الخضر مع الطون حتى يعني الطون كيتشرب لينا بهذيك العطريه ديال الحشوه وغنخليوها حتى كتنشف تماما من الماء باش ما كتقطع ليناش العجين، ونطفيو عليها ونخليوها جانبا تبرد. كما كتشوفوا العجين ديالي راه تضاعف الحجم ديالو خمر مزيان. هنا الا بغيتو تخدموا بالنشا خدموا به، انا خدمت صراحه بشويه ديال النشا ما كثرتش، غير باش ما تلصق لياش العجينه وباش ما يجينيش الطحين كثير. بغيتو تخدموا بفرينه بلديه اللي مغربله بزاف مزيان خدموا بها، يعني لكم الاختيار. كيف قلت لكم انا كاينين شي حوايج اللي ما كنقدرش يعني نحيدهم مره، ولكن بعض الوجبات راهي مره فين كنديرهم، ما كنديرهمش دائما. غنقسموا العجينه على جوج باش نورقوا كل وحده بوحديتها. عندي هنا كيف قلت لكم الزبده عندي 150 غرام، غادي نقسم الكميه على جوج. الكميه الاولى غادي نورق بها هذا الطرف الاول، والطرف الثاني غادي نورقوا بالكميه ديال الزبده الثانيه اللي عندي. غادي نطلقوا بشكل طويل بحال هكا كما كتشوفوا. حاولوا بداو تهزوا العجينه باش ما تلصق لكمش مع سطح العمل. كما كتشوفوا طلقتها هكا. غادي نضيف الزبده كما كتشوفوا ولات على شكل بوماد، غنضيف نصف الكميه وغادي نحاول نوزعها بالبانسو مزيان باش توصل ليا جميع انحاء العجين. غادي ندير هاد الطريقه للعجينه الاولى وكذلك حتى العجين الثاني. وغادي نرولي بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا على الشاشه. غادي نبقى نطوي عادي، وغندير واحد شويه ديال الزبده هنايا وشويه د النشا، وغادي نطويها بحال شكل تقريبا بحال شكل مسمنه، وغادي نخليها جانبا ونصايب حتى الاخرى ونديرهم في الثلاجه.
من بعد ما كيرتاحوا في الثلاجه واحد نص ساعه غادي نجبدهم وغادي نطلقهم شويه ديال النشا كما كتشوفوا على هذا الشكل. نحاولوا نديروا شويه النشا اولا فرينه بلديه باش ما كتلصق ليناش. هنا راه ما خليتهمش ارتاحوا بزاف حيت كتربانه شويه، يعني قد ما خليتهم يرتاحوا ما كيعذبوكمش فاش كتبغيو تطلقوهم. هنا من الاحسن ديروهم بشكل طولي باش نحصلوا على بان سويس اللي كيعطينا كميه كثيره وما كيجيش طويل بزاف. غادي ناخذ الحشوه ديالي وغادي نديرها في الوسط على شكل طولي كما كتشوفوا في الصوره. بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا الحشوه ناشفه باش ما تقطعليش العجين. من الاحسن تنشفوها مزيان. تقدروا ديروا الكفته الا بغيتو، وانا الدراري ديالي عزيز عليهم الطون، خصوصا هذا اللي كنصايب في الدار كيجي زوين بزاف. ثم الجبن راه اختياري، انا هنا درت شويه ديال الجبن الاحمر، الا بغيتو ديروه ما بغيتوش ممكن تستغناو عليه، هو راه كيتواتى بزاف مع الطون والزعتر كيجي زوين. تقدروا تضيفوا الزيتون خضر مقطع حتى هو كيجي زوين. وغادي نرولي كما كتعرفوا البان سويس راه هذه الطريقه باش كيترولا. وغنجيبوا لوطخ فاس حتى هو على الطرف الاول، نحاولوا نقرصوا بحال هكا باش تجمع لينا العجين. وغادي نجيب واحد السكيل كيكون ماضي وغادي نقطعوهم بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا في الصوره. وغادي نجيب واحد اللاطه وغادي نستفوهم ونحاولوا نديروا ديك الجهه مطويه في الاسفل على هذا الشكل هذا. غندير نفس الطريقه المربع الثاني ديال العجين وغادي نقطعوه حتى هو. كما كتشوفوا راه درت نفس الطريقه للعجين الثاني وغنقطعو حتى هو بنفس الطريقه ونفس الشكل. وغادي نديرهم في اللاطات وغادي نخليهم يخمروا مده ديال 20 دقيقه. غادي نحاول نحيد داك النشا كله اللي زايد وغادي ندهن لي بان سويس ديالي. بالنسبه لهاديك المعلقه ديال اليوغورت مع اصفر بيضاء كيعطيونا واحد اللون اللي هو زوين بزاف الصراحه. غادي نحاول نحيد كاع النشا كله اللي كاين فسميتو باش في البان سويس باش ما يعطينيش هكا كيبان هكا كبيض فاش كيطيبوا. وغادي ندهن بهذيك صفر بيضاء والملعقه ديال يوغورت مسوس كيعطي واحد اللوين زوين بزاف. كيعطي كذلك حتى القرمشه. بالنسبه لهادوك الطريفات ديال العجين اللي كيشيطوا لي في الراس درت بهم ديك الكبيره. بعد ما كندهنهم غادي ندير عليهم شويه ديال الزنجلان الابيض. تقدروا تزينوهم باش ما بغيتو، بس هاد التزيين راه اختياري. تقدروا تخليهم حتى تخرجوا من الفران وتزينوهم بالجبن الاحمر. انا بغيت نزينوهم بالزنجلان الابيض كيجي فيهم زوين مع داك اللوين ديال الفران اللي داك اللوين ديال دانون مع اصفر بيضه كيجيو زوينين كما كتشوفوا. هذا هو الشكل ديالهم من بعد ما كيطيبوا كيجيو غزالين ومورقين. نتمنى انكم تجربوهم وكذلك غينفعوكم حتى رمضان ان شاء الله. يا ربي الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه وبطولة العمر. شكرا بزاف على المشاهده والى اللقاء مع فيديو اخر ان شاء الله.